النهارده راجع له نتائج الدوري المصري بعد انتهاء الجولة ال 18 في الدوري المصري. مباراة مولعة. اولا النادي الاهلي بيكسب الجونة بواحد صفر. كان ماتش رائع رائع رائع. برضو معانا الماتش التاني، معانا ماتش جماهيري يعتبر، بس للأسف وادي دجلة بتكسب الاسماعيلي، والاسماعيلي يعتبر هبط للدرجة التانية، بتكسبه 2-1. كان ماتش جامد قوي عملت وادي دجلة على نادي الاسماعيلي. ومعانا الماتش التالت، معانا زد وغزل المحلة بيتعادلوا 0-0. وكانت مباراة سلبية جدا جدا، ودايما احنا متعودين على غزل المحلة اللي هي بتتعادل اصلا، ويعني مباراة سيئة جدا لما الفرقة بتلاعب غزل المحلة. وفي المباراة الرابعة معانا نادي بيراميدز بيكسب سيراميكا كليوباترا بفضيحة تحكيمية. كان التحكيم في المباراة دي عليه جدل كبير جدا جدا. وبيراميدز كسب وادي دج وكسب سوري، كسب سيراميكا كليوباترا بهدف لحامد حمدان، كان جون من بره ال 18 جامد قوي. ونادي الزمالك معانا بيكسب حرس الحدود بثنائية مقابل لا شيء. اول هدف معانا فتوح برأسية جميلة جدا في الدقيقة مش عارف 85 او 86. وناصر منسي بيضيف الهدف الثاني، وتنتهي المباراة بفوز الزمالك ب 2-0. ويكون كده انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تحطوا لايك واشتركوا في القناة، وسلام.